الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، خبركم حوات خبركنا حتى ملا علم تركبوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة الكهف مبل عسران 4 كنك تسألينا مبل 4 شوعتن آية كنك تسألينا مالتيو. الله سبحانه وتعالى دحرينا الدنيا معنا أن ترجمان انتاي كم زتأمنا انتاي كم زيت أمنا مسجلة سألنا مالتيو أبز حلفة كفال أبز آية زخ انتاي بلنا مالتيو. الله سبحانه وتعالى بزعبة ناي أحوال يوم القيامة يقول سألنا مالتيو كما يخون. الله سبحانه وتعالى يقول يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. يعني الله سبحانه وتعالى انتهى بالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لهم أي اذكر لهم للناس مالتي نهزبي مالتي نقول السب هذا الحال إذا خنتات زي وهذا المشهد العظيم زي حيال زخونة عظيم زخونة مشهد كنتات مالتي. ويوم نسير الجبال وقد بين الله عز وجل في آية أخرى أنه يسيرها فتكون سرابا. أبكال آية خانئي بسورة النبأ مالتيو آية عسرة انتهي لنا الله سبحانه وتعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا. قوبتات سي كما يكم زخون مالتيو اتي الدنيا خطود خلا ويا الدنيا يوم القيامة خون كأكل كله معلت مالتيو. أبكال آية خانئي وتكون كالعهن المنفوش لنا وتكون الجبال كالعهن المنفوش بسورة القارعة. وذلك بأن الله تعالى يدك الأرض وتصبح الجبال كثيبا مهيلا. يعني مريت كل خنقت كله مالتي بقى كل واقع يعني كل خمزين برخون مالتي. ويوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا بسورة المزمل آية 14 تتطاير في الجو كل بنفع كم أبقو أفتي يعني أبهوه كنفري مالتي قوبا خنفريو. يعني سبحان الله تخيلوا زخلوا قوبا حيال ما نمكن قصاقصو زي خلسي يعني كم تقط كنفرن كله مالتيو. هذا معنى تسيروا يعني خون من يعني وما تسيروا الجبال الله سبحانه وتعالى يسيرها يعني واقعي بالله كم زي النفاس يعني ولا حنتي تتوقب بلا زي خون مالتيو. ومن الآيات الدالة على هذا المعنى قوله تبارك وتعالى أيضا في سورة النمل. الله سبحانه وتعالى بسورة النمل انتهيلو وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. يعني وترى الجبال تحسبها جامدة زقو بخطر أخر لخص درق أبوتو تطوز بلي مسلكة وهي تمر مر السحاب. يعني خمزي دبنا زحلف مالتكم إي مسلكة دبنا أخطر أخر لخ حجي يعني ولا حنتي يقولون لك تقوبون السخاء يحلف مالتي. صنع الله الذي أتقن كل شيء بسورة النمل 8 شموتا. الله سبحانه وتعالى زخلقه بإتقان بقدرة بعزمة كل زخلقه الله سبحانه وتعالى بخوم يخول مالتي. بعض الناس قال إن هذه الآية تعني دوران الأرض فإنك ترى الجبال فتظنها ثابتة ولكنها تسير. وهذا غلط وقول على الله تعالى بلا علم لأن سياق الآية يأبى ذلك كما قال الله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل آتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ومن جاء بالحسنة فله خير منها. الله سبحانه وتعالى بزا آيات انتايلونا مالتيو قال يوم انتايلهم فسيروا مونز مالتيو إذنا يزقوبوا مخادسي ومن قصقاسي ناي مريت من قصقاس مالتيو إلهم فسيروا مالتيو. يعني دوران الأرض فإنك ترى الجبال تظنها ثابتة ولكنها تسير. يعني مريت سلزورسي تقوبس تقوزبالي مسلكا جن يزوريو يعني ثابت مسلكا جن يكونن إذا خاقي قافاسا سرائيلو مغنياتو مستي سياق الآيات مستي
تحستو نايت آية زخيد أفاسا سرع أيكونن يلو لأنه الله سبحانه وتعالى انتهي بكال ويوم ينفخ في السور يعني الله سبحانه وتعالى نفخ السور زبهال بقى معلت أخي اليوم القيامة خلى علن كله يعني إسرافيل متيو ينفح مالتيو يعني كم زي طرمبا ويدما دمص يقبر مالتيو كل سبي سنبد مالتيو ففزع من في السماوات ومن في الأرض كل مريت زلو أب سماي زلو يدنقص لأنه يعني خلاص أخيلو معلت مالتيو إلا من شاء الله جكاتي ربز دليل سب عيسن بدنا يدنقص نبر وكل آتوه داخرين كل خاء ناب رب العالمين كملس يخيفته مالتيو وترى الجبال تحسبها جامدة تقوبت ريو خلخا تطعو زبالي يمثل أبوتو ثابت يمثل وهي تمر مر السحاب يعني تحلف كلوسي كمزي دبنا زحلف يمثل صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها حسنة زمتئة شعو خير زمتئة خير خركبي مالتيو فالآية واضحة أنها يوم القيامة وأما زعم هذا الرجل القائل بذلك بأنه يوم القيامة تكون الأمور حقائق وهنا يقول وترى الجبال تحسبها يعني إذا حجنت إذا فلا حسبان في الآخرة فهذا غلط أيضا لأن إذا كان الله أثبت هذا فيجب أن نؤمن به ولا نحرفه بعقولنا ثم إن الله عز وجل يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى يعني الله سبحانه وتعالى زي آيازي خقلت أخلصي كما يجركا يعني تتخيل ترى تحسب تبزلخا تفسروا مالتيو زي يوم القيامة واضح زخونه ثابت زخونه بالآيات مالتيو سلزي من يزعم بأن يوم القيامة تكون الأمور حقائق وهنا يقول وترى الجبال تحسبها يعني يوم القيامة يعني تقوبس تحسبها يعني فلا حسبان في الآخرة فهذا غلط يعني حسبانك بالكل تخكل يكونن إنما حقيقة يكون نجار مالتي لك خمت الله سبحانه وتعالى زقلته فهذا غلط أيضا لأنه إذا كان الله أثبت هذا فيجب أن نؤمن به لأنه ربي كم أخوني سلزبلنا لك خمت زخوني نحن أمنا لنا ولا نحرفه بحنقولنا نحرفه يبلنان كم دلنا نحن ترجمه يبلنان ماتي ثم إن الله عز وجل يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم ربي فرحوا زي زلوا عابين قريت بيننا زلوا مالتي إن زلزلة الساعة شيء عظيم يعني إذا ناي ساعة يوم القيامة بيننا زلوا نجر قليل نجر يكون المالتي لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا خلوا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد سلازي إذا خنتات زي الله سبحانه وتعالى قال لنا خلوتنا يوم القيامة يعني عزيم شديد زخنا نقريت بيننا زلو يا أيها الناس رب فرحوا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة يعني تسعة يوم القيامة خون كله عابي نقر مالتيو يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت يعني حنت سبيتي أفتوان تسي تطبب أدنى تطبب نقول عاخماني كما أخذ دنقص ولا تنستزنا بلت إنسان بعلق كوردائي كودقائي كمولقائي يعني أفتوان تسي يعني من كتر مدنقص زي كون نجر يلن مالتي تذهل كل مرضعة عما أرضع وتضع كل ذات حمل حملها يعني سبيتي تراي زي كونه كل تنستزبا إنسان يخون قلد يخون وترى الناس سكارى كل سب كم سخران كخوني مالتي نافتن قبل كله مالتي سخران احنا ابنتنا بزخوده يفلت اني نافتن هلولو يبل مالتي من كتر ما اتي يوم القيامة عزين مخانوخا كل سب كم سخران كخون مالتي وما هم بسكارى إلى الله سبحانه وتعالى سخيرهم أيكونن كم مسكار زمتة أيكونن ولكن عذاب الله شديد أنا عذاب الله سبحانه وتعالى بينا زلو عظيم شديد زخونة نجر سلا زخونة فإذا قلنا إن زلزلة الساعة هي قيامها
فقد بين الله أن الناس يراهم الرائي فيظنهم سكارى وما هم بسكارى. وعلى كل حال فإن الواجب علينا جميعا أن نجري الآيات على ظاهرها وأن نعرف السياق، لأنه يعين المعنى. فكم من جملة في سياق يكون لها معنى، ولو كانت في غير هذا السياق لكان لها معنى آخر، ولكنها في هذا السياق يكون لها المعنى المناسب لهذا السياق. حجي انتاي مالتيو زخونه خوينو زخونه نجر كنفسر كلنا بآيات كنردأ خلناسي مستمعنا مستمينين مستخونتا تفتني آية زقلص داين أمبر إذا حنتي آية زي أمعنا وسيدنا بكالق تقميتنا كالق ترقون كتب تخيلها. سلازي زي أحوال زي خمز خون مالتيو. وقوله تعالى وترى الأرض بارزة أي ظاهرة، لأنها تكون قاعا وصفصفا، وهي الآن ليست بارزة لأنها مكورة، وأكثرها غير بارزة. ثم إن البارزة لنا أيضا كثيرا منها مختفي الجبال، فيوم القيامة لا جبال ولا أرض كروية، بل تمد الأرض مد الأديم. قال الله عز وجل وإذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت. وقوله تعالى وإذا الأرض مدت يدل على أن الأرض الآن غير ممدودة. حجي تخونتات بحتصيرو تناي سماي كونتات ناي مريت كونتات ناي كل كونتات سي كم زلو حج نريو زلنا أي كونن كخون مالتيو. تا سماي كم زلات أي كونتن كتخون، تمريتكم عينة أي كونن كخون، تجوبتات كل نجر قاير يعني بتعمي زفرح نجراتي مالتيو. لأنه الله سبحانه وتعالى بسورة الانشقاق نقولون إذا السماء انشقت سماي نبعلا وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت مريت نبعلا مدت يعني مدت كمددي مالتيو. وإذا الأرض مدت يدل على الأرض على أن الأرض الآن غير ممدودة، يعني أي تمددتني يا زلا ويدما أي تسحبتني يا زلا حج مريت شعوقن كنت مددة وقت السحابة. وقوله وحشرناهم أي الناس، بل إن الوحوش تحشر كما قال الله عز وجل وإذا الوحوش حشرت. سلازي وحشرناهم قبل كل بزي تهزب مالتيو. وترى الجبال تحسبها يعني أخفت وأنت مالتيو تجوبوك كم تزلوا يكونون خون مريتكم يكونون خون وتي حشر سبك حشر كلها. وقوله وحشرناهم أي الناس سبك كوبي أمالتهم. وأبكال آية خانوا وإذا الوحوش حشرت يعني حتى توم إنسسا خماني كوبي أمالتهم. بل جميع الدواب أيضا كما قال الله في سورة الأنعام وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ودي سبت رايزي يكونسي كل إنسسا ولا عف ولا الدرهوتات ولا حرمازات كلهم مالتهم أصديهم همماديهم تمنديهم كل إنسسا ديهم يعني لك خمانا يوم نايبعلم يعني مالتهم كهزبيهم كم أهزابات نايبعلم تفطروا مالتهم كلنا ناتو تفطروا مالتهم. ولذلك حتى السوم كي تروف خمان كأكويهم يوم القيامة يعني حشوريهم يوم القيامة ساتهم كماني كم زي أبسورة الأنعام 3 آية زقلت أتمالتهم. فكل شيء يحشر، ولهذا يقول الله عز وجل وحشرناهم أي الناس في الآية أخرى الوحوش وفي الأخيرة جميع الدواب يعني كل إنسسا كل سب حشر يوم القيامة. وقوله فلم نغادر أي نترك منهم أحد حدا سبسترف يلن حدا زرسع يلن حدا زملت يلن حدا زهدم يلن حدا زتأفق يلن كله كركبي مالتي كل الناس لك خم تفتقره كركبي يوم القيامة خاني. كل الناس يحشرون إن مات في البحر حشر وفي البحر حشر في أي مكان لابد أن يحشر يوم القيامة كله بأي يردي زودق أم بحر دي زأتوه بحودي تقاتله نورمال بعرات خون دي زموته شهيد دي زخنا بزخون من قدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كم تسوي مالتي. قتلوا آية 4 وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. يعني سبحان الله سبحانه وتعالى
يعني عزيم زخونه قويتا إذا لنا والله الآيات تتكلم يعني قالنا يا ربي سلو زخونه كله سبحان الله بيرفكت منم يعني اختوت قالوا زي تخيل آياتي سبحان الله تحدنا تتحز كل نجاري قلت لنا خلو خمي كخوني الله سبحانه وتعالى يتحدى زخونه سب أنا يركبني يا خبز زبالة سب أي كوين ولا سبيت كوينو ولا حيال كوينو ولا نجس كوينو زكير إن شعوه لأنه الله سبحانه وتعالى إليه فلم نغادر منهم أحدا ولا حدا سبسترف يلن مالتي وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة سبحان الذي خلق فعلا ما تيهم من هلكم حجي ما تيهم لك خمت مجمل خلقكم ما تيهم من هلكم حجي تمليسكم الله سبحانه وتعالى وعرضوا على ربك صفا قرب يوم صف يعني بزي تأشمو قرب يوم ناب ربي كم تي مجمر الله سبحانه وتعالى زخلقنا مالتيو دحريو الله سبحانه وتعالى تايلو بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا زي نمسأكم رب العالمين زي نمسأكم مسيلكم يلن إنها كلهم تراهيبكم حجي قوله تعالى وعرضوا أي عرض الناس على ربك أي على الله سبحانه وتعالى كله قربيو كله بقدم ربك قربي مالتي الصفة أي حال كونهم صفا بمعنى صفوف فيحاسبهم الله عز وجل أما المؤمن فإنه يخلو به وحده ويقرره بذنوبه ويقول له عملت كذا وعملت كذا فيقول له أكرم الأكرمين إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم يا الله ما أكرمك يا رب متفق عليه طبعا نخل سب بسف قرب كله بريقة قرب كله مالتيو نتي إيماننا جن نتي مؤمن جن الله سبحانه وتعالى نبينه وسيده برحمته وكرمه يحتى مالتيو تذكر كم ذنب زجبر كايو تذكر كم ذنب زجبر كايو إلو حتى تقول الله سبحانه وتعالى تي إيمان رب ذهبوا خانئي يأمن طبعا جيجنا سلزخون بزح ذنب سلزلوا يأمن مالتي فيقول له أكرم الأكرمين هو يا ربي تجاجي أنا بزح ذنب جيري إلو خأمن كله الله سبحانه وتعالى خأنت يبلو إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم أب الدنيا سترك كأمني أبز آخر حج خاني يغفر لك له نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر علينا في الدنيا وفي الآخرة يغفر الله عز وجل له يوم القيامة ولا يعاقبه عليها في الدنيا وفي الدنيا يسترها يعني أب آخرة خون كله يغفر له سامحك يبلو رب العالمين أب الدنيا خاني ولا يعاقبه يشعو أي قطعني مالتي وفي الدنيا يسترها أب الدنيا خاني كندي ذنبي زجبارو يستر مالتي فكم من ذنوب لنا اقترفناها في الخفاء كثيرة سواء كانت عملية في الجوارح الظاهرة أو عملية في عمل القلوب سواء الظن موجود سوء الظن موجود الحسد موجود إرادة السوء للمسلم موجود وهو مستور عليه وأعمال أخرى من أعمال الجوارح ولكن الله يسترها على العبد إننا نؤمل إن شاء الله أن الذي سترها علينا في الدنيا أن يغفرها لنا في الآخرة طبعا إذا ستر زخانيخ الله سبحانه وتعالى نزدليونة إيماننا مالتيو أب الدنيا ستيرو أب آخرة يغفر له مالتيو لأنه كندي ذنوب رب العالمين سترنا نقبرينا أب مشتر نقبر ذنبتات كثيرة له سواء كانت عملية يعني ولاكوا ناي جوارح ناي بإيد نقبرو نقرديو بجوارح نقبرو ديو ولا قلبنا زلو ذنب ديو من البات سوء الزن لنا حسد لنا حمقنا حنمس نسلامي حونا حمقنا حسبولو لنا كندي نقر وشتنا زلو مالتي رب العالمين ستيروه وأعمال أخرى بزح قال حمق أصرح نقبرنا يخا من أعمال الجوارح يعني جوارح زقبرتو داونا أقارنا إدنا كل نقر زقبرو جوارحنا مالتيو ولكن الله يسترها على العبد لكن الله سبحانه وتعالى بكرمه ورحمته خجن يسترنا مالتيو إننا نؤمل له تسفى نقبر ربنا لمن إنه الله سبحانه وتعالى كم تأب الدنيا ستر لنا أخيرا خأني يغفر لنا ربنا لمن مالتيو ثم قال تعالى لقد جئتمونا
كما خلقناكم أول مرة، أي يقال لهم ذلك. وهذه الجملة مؤكدة ب3 مؤكدات: اللام وقد والقسم المقدر، يعني والله لقد جئتمونا، يعني كما خلقناكم أول مرة، ليس معكم مال ولا ثياب ولا غير ذلك، بل فقد منهم يرد إليهم كما جاء في الحديث. بل ما مخنياتو اتزسأنوه، بل ما فقد منهم يرد إليهم كما جاء في الحديث. اتزسأنوه يمتصم كمان كم تحديث صحيح زبرو أنهم يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، وغرلا جمع أغرل وهو الذي لم يختن. إذن سوف يعرضون على الله سفا ويقال لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. ويقال أيضا بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. هذا إضراب انتقال، فهم يوبخون لقد جئتمونا فلا مفر لكم كما خلقناكم أول مرة، فلا مال لكم ولا أهل. ويوبخون أيضا على إنكارهم البعث، فيقال بل زعمتم في الدنيا أن لن نجعل لكم موعدا، وهذا الزعم تبين بطلانه فهو باطل. إذا طبعا الله سبحانه وتعالى لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة قبل كله متيهم من لكم الله سبحانه وتعالى، يعني متيهم كمتي مجمريا تخلقكم متيهم من لكم يرجع له مالتي. وكم تحدي زبلوا خاني دق سب طرحهم يوم كخونوا مالتي يوم القيامة طرح كل سب طرحوا خمسة طرحوا تولده طرحوا خون يوم الحشر خماني قرر لا مالتك زي تخنشبوا، يعني حتى لك خمس قلعز ولد كي تخنشب مجمرة دحر زخنشب طهار مالتي كم يوم كخونوا. ولذلك لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، رب العالمين كم تم مجمرة خلقكم تمليسكم منها لهم. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، نسخاتكم يعني انتقال فهم، يعني كم توبيخ مالتي كم زي حدا سب حما غيرو خد قطعو خلها تزاربوكم عينت مالتي توبيخ، يعني عائلكم اندو ايبل مشيلكم اين متصني لكم مش يوم القيامة يلن تبلون يركم انها اللي حجر امتيكم انها لكم كوم عينت الزاربة مالتي توبيخ. يعني الله سبحانه وتعالى يوبخهم، يعني قايقهم مخنياتو كحد سلازنبر مالتي لقد جئتمونا فلا مفر نابيكم كتكدوا رب خلقكم ناب رب تملسوا كما خلقناكم أول مرة. خمتي رب خلقكم مجمرة متيهم لكم يبل مالتي. فلا مال جنزب يبلكم، بيتسب يبلكم، سلطان يبلكم، تعنا يبلكم، قلي يبلكم، ولا حنت يبلكم، يعني ولا حنت يبلكم متيهم حجي. لكن كحيدكم كمان يوم القيامة يلن لكم. بل زعمتم يلكم زعمتم مالت كذا كونه زي اللي يلن مالت يوم القيامة عندها لو يلم زبالو مالت يوم زعم يبهل. بل زعمتم في الدنيا الدنيا خلهم ألا نجعل لكم موعدا، أين من لسنين أنا أخيرا مويتنا ولا حنتي انتم بلونيركم عينت مالتيو. وهذا الزعم تبين بطلانه فهو باطل. تتبلون بركم زرباخ أحق خمزي كونه إنها اللي بتكبر يوم القيامة أتيوس يوم القيامة قريبهم أب رب العالمين سف تسريعهم ست إلى مالتهم حسابهم قبلوا. قد الله سبحانه وتعالى أب آية 4 ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقوله تعالى ووضع الكتاب أي وزع بين الناس فأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله. طبعا يوم القيامة كل واحد نناتو مصحف كوسديو مصحفنا هيوتو تتصحف كله تجبره تجبرات صبقون حماقون كله ببحن تخركبي مالتي. إذا مصحف إذا خوزع عن كله قاليو بيمان يقبل قاليو بتقام قاليو بحقوقه قاليو بتفعل عليه من قد مالتي. نسأل الله العفو والعافية. فترى مالتي فترى قبل كل الله سبحانه وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين اتم مجرمين مالتهم أي الكافرين مشفقين مما فيه خائفين مما كتب فيه لأنهم يعلمون ما قدموه لأنفسهم. وهذا يشبه قول الله تعالى عن اليهود الذين قالوا لن تمسنا النار
إلا أياما معدودة. إذا أنتي مالتيو مصحف مصر أي وسي سنبيدوم إتهم مجرمين سنبيدوم تعينت مصحف يقولوا نجار مخناتو تاي كم سرحوا تاي كم زجبروا أي فلتوا سلزخونوا مالتيهم لك خمتي أبكال آية بزعبا يهود زجلت قالنا انتي لهم مالتيهم يهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. نحن سي أبحاول تأتناس نقرب جزائنا نوحدات معلتاتنا حاولنا أتنبر أجمع يبلنا ندحر إلهم. بسورة البقرة آية 80 فتحدوا وقيل لهم يعني تحديهم غيرهم يعني مالسي تهلالو خلو مالتهم مسمانيهم استهلالو خزلو مسربي تهلالو. الله سبحانه وتعالى انتهي لهم نعومك قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. بسورة البقرة 49 قال الله ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ويعني يعرفون أنهم إذا ماتوا عذبوا ومن كان يعلم أنه إذا مات عذب فلن يتمنى الموت أبدا. فهؤلاء مشفقون مما في الكتاب في كتاب الله يعني يعلمون أنه محتوي على الفضائح والسيئات العظيمة. سلازي اتمصحف كقربن كله مالت يوم القيامة زي مجرمين كريئوا خلو كفلط يوم كمي عينت حماق صراح خمز قبروا نساتهم سلازي فلط مالتهم كم تبكى لآيات قلت قلنا بزعبة يهود زبلوا نحن قرب معلتنا خنصنح كومي لمساتهم يعني مسربتها لهم لكن الله سبحانه وتعالى انتهي لهم قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة نعهاتكم أخيرا نبينكم خالصة صبغ تخون دحر كويناسي كل موت تمنيو كل موت إلكم تمنيلوا رب العالمين إن كنتم صادقين حق أن يتتخونكم حاو قرب معلتكم طلعت أتوكم تبلوا تخونكم موت تمنيو موتوا يعني موت تمنيو إلوما إن كنتم صادقين دحر سلازي قبروا رب العالمين سلازي فلت ولن يتمنوه أبدا فتما موت منهم بما قدمت أيديهم إلى رب العالمين. ما أصرح سلازي قبروا يعني ما نمسب طبعا دحر كل جزء إيمانا يا خوينو تقي خوينو رب فرحت خوينو أعمال خير زقبر دحر خوينو إنسان مطمئن دحر خوينو بزح بزعبا موت أيش أنقنيو تموت يعني ناب رب خمس من الله سيفلتيو أعمال قدموا له يعني تسفاق يرب رب مالتيو بزحج النقل لكن حما أصرح حسب سرح ندحر كوينو موت سبهالك سمع يدلنيو لأنه موت يدلنيو يفلتوا عذاب كم تصنح مالتيو يعني يعرفون أنهم إذا ماتوا عذبوا تمويتهم عذاب سلز رخبوا سلز فلتوا موت فتيمهم أي من يوم مالتيهم مشفقون مما في الكتاب يعني يعلمون أنه محتوي على الفضائح والسيئات العظيمة مقناتو تناتم مصحف بزح فدايح بزح مشاكل بزح حما أصرحت سلزلوه أي دلين يوم نساتهم كماني أي من يوم نخموت مالتيو ويقولون إذا علموا مسفلت مالتيهم تايبلو يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحساها. حرف نداء يا مالت يا حرف نداء مالتيو يا ويلتا ويلتا خان هي الهلاك ولكن كيف تنادي يعني يا ويلتا وي أنا قدام وي كمزي وي أنا وي عمري وي مالت عينت مالتيو يا ويلتا إما أن يا للتنبيه ويدما للتنبيه تكون تخلى وي للنداء فقط لأن النداء يتضمن الدعاء والتنبيه وإما أن نقول إنهم جعلوا ويلتهم بمنزلة العاقل الذي يوجه إليه النداء ويكون التقدير يا ويلتنا أحضري لكن المعنى الأول أقرب لأنه لا يحتاج إلى تقدير ولأنه أبلغ. ما لهذا الكتاب أي شيء هذا الكتاب حجساتهم يا ويلتا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحساها يعني أثبتها عددا كأنهم يتضجرون من هذا ولكن هذا لا ينفعهم يعني انت ام سنبيدوم انت ام قريموم إذا ما تحفزسين تائي ولا حنت نقر عيرس عنديو كل نقر تتحفوي بالمالتيو ولذلك ووجدوا ما عملوا أي وجدوا ثواب ما عملوا كل زقبر وسرح كل عقاب اتجزاء كل رخيبا ما مالتيو حاضرة لم يغب منه شيء وعبر الله تعالى بالعمل عن الثواب لأنه مثله بلا زيادة يعني كل نجر حنت بحنت حاضر يرخبوه أبقد ما عينهم يرخبوه مالتيوم
حاضرا مالتك لم يغب منه شيء من مزقود له خاو نجر يلن. ثم قال الله تعالى ولا يظلم ربك أحدا. سبحان الله. الله سبحانه وتعالى كما جمر لنا إني حرمت الظلم على نفسي وحرمته يعني فيما بينكم يعني فلا تظالموا أي سخاتكم نحتكم أي تظالموا أنا كيزلمكم كيزلم نفسي حرميه إلى رب العالمين. أبزخ الله سبحانه وتعالى انتايلو ولا يظلم ربك أحدا. وذ كله مصحف مصيو نخي خحد بني آدم أي جبركون سلزبل أي بلكون سلزبل أي كدكون سلزبل أي سرحكون سلزبل الله سبحانه وتعالى أبز كتاب زي كل مزجيب له مالتي ولا يظلم ربك أحد. الله سبحانه وتعالى أنا ما نمسب أي ظلمني ولا ما نم إنسسا ولا ما نم زخون الظلم زبها الله سبحانه وتعالى يبلون وذلك لكمال عدله سبحانه وتعالى فلا يزيد على مسيء سيئة واحدة ولا ينقص من محسن حسنة واحدة. قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. أبكال آية خالد طبعا له ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذه الآية ولا يظلم ربك أحدا من الصفات المنفية عن الله وأكثر الوارد في الصفات المثبتة كالحياة والعلم والقدرة. وأما ذكر الصفات المنفية فقليل بالنسبة للصفات المثبتة ولا يتم بالإيمان بالصفات المنفية إلا بأمرين. إذا خاء طبعا الله سبحانه وتعالى الظلم سلزي سلزخنئه ولا يظلم ربك أحد رب العالمين أي ظلمني لأنه هذا من كمال الله سبحانه وتعالى حاد خبت صفات نهاتو زي ظلم خانو مالتي ولا ينقص حد سب حسنات غيره أي يقدلوا سيئات غيره حماق غيره حماق أي وسخلوا لك خمتاز قبره مالتي ولا حنت حماق غيره حنت يصعفلوا حسنات غيره بالعكس عطف عسفي قبره له مالتي محسن حسنة واحدة. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. حدا سب صبق صرحن كله مؤمن كوينو كابر بيع بنجر كون كله من نخيزلم كفرح يبلون. وهذه الآية لا يظلم ربك أحدا ربي أي ظلمك مخانوها من الصفات المنفية عن الله. انتهي مالتيو ربي أي ظلمني كتب الكلحة مالتيو منفي بهال من الصفات المنفية. وأكثر الوارد في الصفات المثبتة الصفات المثبتة كالحياة والعلم والقدرة. وأما ذكر الصفات المنفية فقليل يعني تزبزح سي الله سبحانه وتعالى قادر كم مخانو هيوتك حياة كم زلوه عزيم مخانو تزبزح صفاتنا الله سبحانه وتعالى مثبتة. أما النفي بزح يقولون كم زن أبنت لا يظلموا لا مالت لا للنفي مالتيو سلازي إذا ولا يتم الإيمان بالصفات المنفية إلا بأمرين. إذا صفاتنا الله سبحانه وتعالى منفي ويتزيل لمخانو مؤمن كأبخل تنقريو نفي الصفة المنفية والثاني إثبات كمال ضدها. فالنفي الذي لم يتضمن كمالا لا يمكن أن يكون في صفات الله بل لابد في كل نفي نفاه الله عن نفسه أن يكون متضمنا لإثبات كمال الضد. والنفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون لعدم قابليته. سلازي زي بزعبا ناي نفي تي ناي الصفات ولا يتم الإيمان بالصفات المنفية إلا بأمرين يعني تي صفات منفي أمنت لا يظلم ربك أحدا مالتسي كمي عينة الله سبحانه وتعالى نفي بالصفات بتصفات نهات مقبارو بخلت نجر سلازخونه إذا خاني ساعتنا سلاز أخله أبز متسكفال عندنا زرزيرنا خنقلص أينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الستر في الدنيا ويغفر لنا في الآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.